حد فكر قبل كده يبحث عن ازاي يربي طفل متعدد اللغات؟ وابحث عن حاجه زي كده ليه؟ يعني دي بالمنطق كده موهبه. لا يا صديقي، مش موهبه بس، دي قرار. I love being bilingual and I really wanted my children to be bilingual too. Just know that we decided to keep to 3 languages and not 4. Just know that we decided to keep to 3 languages and not 4. ايوه قرار، ما تستغربش. الزوج بيجيب الزوجه كده يقول لها بص يا بنت الناس، دلوقتي احنا داخلين على خلفه، فعايزين طفلنا الجاي ده ان شاء الله تعالى يتكلم 3 4 لغات قبل ما يوصل سن 7 سنين. حلقه النهارده كده المفروض تحسسك بخليط من الاحاسيس كده غريب. بس قبل ما نبدا ونتعمق في الموضوع، اللايك الاول بعد اذنك، اللايك الاول. وما ننساش اخواتنا في فلسطين من الدعاء، ربنا يا رب يفك كربهم وينصرهم نصر عزيز المقتدر باذن واحد احد في القريب العاجل ان شاء الله. معكم اسلام AKA سامكس في حلقه جديده من الشوارع. Let's get started. في بداية قصتنا كده لازم أعرفك على الطفلة بيلا. بيلا دي يا ترى بتتكلم كام لغة وعندها كام سنة؟ هي ما شاء الله عندها 4 سنين. تعالوا نسمع بقى بتتكلم كام لغة. What are the 7 languages you can speak? Russian, Yeah. English, Arabic, Italian, Spanish, German, Chinese. Speak all those and sign language. ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك يا رب وتستعملهم في الخير. 7 لغات بس إسلام عادي، دي موهبة زيها زي ناس كتير غيرها موهوبين. ولا انت شايف ايه؟ لا، عايز اقولك ما تتسرعش في الحكم قبل ما تسمع القصة الحقيقية. الموضوع اعمق من كده بكتير. ام بيلا في البداية قبل ما تكون ام بيلا اصلا وتجيب بيلا، كانت طالبة في الجامعة عادية جدا. قابلت الدكتورة بتاعتها، الدكتورة قالت لها على فكرة انا ابني بتكلم معاه في البيت انجليزي وفرنسي. ساعتها ام بيلا انبهرت من الكلام ده وقالت الكلام اللي هتسمعه في المؤتمر دلوقتي. Basically she just talked to him in both Russian and English in everyday life. When I got to know about this, I said to myself, when I have a child, I will do the same thing to her. وقد كان ما شاء الله خلفت بنت مش بتتكلم لغتين وبس، 7 لغات ربنا يزيد ويبارك. لدرجة جربوا يختبروها لما اتشهرت في كل مكان. Over to Egypt now. شو بدك؟ أريد كوسينة فلافل. You gonna do the tap and go? شكرا. السؤال اللي يهمنا هنا بقى، هل ام بيلا كانت الام الوحيده من وسط الاجانب اللي تطلع ابنها وبنتها بيتكلموا لغات كتير؟ الاجابه هنا، خش على اليوتيوب دلوقتي واكتب كيف تربي ابن ثنائي اللغه، ثلاثي اللغه، متعدد اللغات، وانت هتكتشف ان الاف الامهات قرروا يعملوا كده مع ولادهم، لدرجه هتحس احساس ان انت الطفل الوحيد اللي محدش علمه لغات وهو صغير. Tip number 1. Decide how you will raise bilingual children. The first part, deciding, is important because bilingual children rarely happen by accident. هنا عايزك تتفق معايا الأول نقطة، إن مفيش حاجة من دول حصلت من فراغ. يعني أنت كمان تقدر تعمل كده مع ولادك. إزاي يا إسلام؟ واحدة من الأساليب العبقرية اللي بيستعملوها أسلوب اسمه OPOL، One Person One Language. أنت الأب دلوقتي بتتكلم عربي، التزم العربي مع أولادك طول الوقت. قصص، ضحك، لعب، هزار، أوامر، تعليمات، عربي. خليك صارم في العربي. نفس الشيء زوجتك بتتكلم لغة تانية، تكلمي ولادك طول الوقت بالإنجليزي، تلبسيهم، تحمميهم، تغيروا لهم هدومهم، تعملي كل حاجة بالإنجليزي. أهم شيء كل طرف منكم يلتزم باللغة بتاعته. الصرامة أهم شيء. I am from Argentina, native Spanish speaker, and I only speak Spanish to my children. And I am kind of very strict about it. I never switch so far, or at least I never had to. It's the same with my wife. She's from Estonia and she only speaks Estonian to the boys. Again, only Estonian. نيجي بقى لشروط اللعبة. انت كأب ممنوع تدخل في العربي بتاعك شوية انجليزي، وانت كأم ممنوع تدخلي في الانجليزي بتاعك شوية عربي، هتضر الطفل. Okay, so first of all, when you are trying to teach a language to a child or 2 languages, try not to mix the languages, Yes. especially mid-sentence. Yeah. Absolutely. And, yeah, that can have a bad influence on the child's language or sentence forming habits. والموضوع ده يبدأ من سن صغير جدا. هتعرف في آخر الفيديو ايه فكرة السن الصغير ده قبل حتى ما الطفل يتعلم الكلام. وخلاص، مبروك عليك، طلعت طفل بيتكلم لغتين. سبحان الله يا شباب، نتائج الأطفال مبهرة. الأم تكلم ابنها بالروسي، الطفل يرد بالروسي. الاب يكلم ابنه بالانجليزي، الابن يرد بالانجليزي، بالاسباني. والله يا شباب آلاف الفيديوهات تشوفوها على اليوتيوب بالشكل ده، بس للاسف مش هقدر اجيبها كلها. Where are you? What are you sitting in? Tree. In a tree. Wo sitzt du? Baum. Warum? Stimmt.
طب يا اسلام، طالما الاب لغه والام لغه، نسيت دور المجتمع والمدرسه والكلام ده؟ بالعكس، دي لغه المجتمع بتكون هي اللغه الام والغالبه دايما اللي بيسهل على الاطفال ان هم يتكلموا بيها رقم واحد في دماغهم. فعشان كده لو انت عربي وعايش في امريكا وعايز ولادك يتمسكوا بدينهم وبثقافتهم هناك، تعمل ايه؟ قانون جوه البيت بتاعك، مفيش كلمه في البيت تتقال بالانجليزي، كل الكلام مع الاولاد لازم يكون بالعربي منك ومن الام. So when we got back to Croatia, we completely changed our approach from the one parent, one language to the four walls approach. I think that's what it's called. And that just says that you speak one language within the four walls of your home. And that's the language that is the different language than what is immediately outside around you. So in our case, that language is English. And so now we speak only English at home, and that has just done wonders for everyone. اصل زيك بالظبط زي تجربه الصينيه اللي ربت ولادها على الصينيه في امريكا وقالت ان لغتي الصينيه دي بالنسبه لي اهم شيء يورث لاطفالي، ونجحت في كده وبقت الصينيه عندهم رقم 1، الانجليزيه 2، والاطفال بيتكلموا 4 لغات. For everyday conversation, I speak almost only Chinese with my kids. It's my mother tongue, and for me, it's the most important language I would like them to learn, no matter where they're living. ده يا صديقي يفسر لك بكل بساطة ليه في الوقت اللي انت عمال تصرف فيه فلوس للكورسات وعمال تبذل جهد عشان تتعلم لغة تانية، تلاقي حد تاني أجنبي معاه 3-4 لغات بدون جهد. التربية وهو صغير لعبت دور كبير جدا. وهنروح بعيد ليه؟ ما عندك ستيف هنا اهو استضاف الراجل ده علشان يقول له انت ازاي ولادك بيتكلموا 5 لغات بدون أدنى جهد وهم عندهم 6-7 سنين. Mandarin with me, Japanese with mom, who's Japanese, so that's a natural thing. Living in Quebec, going to a Quebec, school, that's French, and English through certain inputs by TV or some Anglophone friends around here. I only speak one language with the kids, and that's Mandarin, and I do that exclusively. When I say exclusively, it means all the meaningful interactions that I have with my kids are in Mandarin. عارفين بقى يا شباب هنا ايه السر العظيم اللي اكتشفته الابحاث مؤخرا عن موضوع تعليم الاطفال ده؟ اكتشفوا ان كل البشر تقريبا بيطلعوا حوالي 800 صوت اللي اسمها الصوتيات. 800 صوت موجود من البشر. انت بقى كشخص كبير دلوقتي بتتكلم عربي عارف العشرات منهم من ال 800. اما بقى لما تيجي تتعلم لغة تانية مش هتعرف الاصوات اللي فيها لوحدك، زي الفرق بين البي والبي الا لما حد ينبهك ليها، زي التش او. اما بقى الاطفال سبحانك يا ربي عندهم القدره ان هم يميزوا 800 صوت بدون ما حد يوجههم، ويقدروا يجيبوهم بلهجه مماثله تماما لاهل اللغه. فعلا الكلام ده ملموس، اصل عمرك ما تلاقي طفل لهجته تقيله. العربي عربي اصيل، الانجليزي انجليزي اصيل، وده الكلام الخطير اللي قالته الدكتوره إيريكا في البحث ده. Bilingual raised children can distinguish between their two languages very early on during the first year of life. We know that they can do that as soon as they're born. There are studies showing that neonates they can distinguish between the languages that their mom spoke while they were in utero. Sequential bilinguals, those who learned a second language later in life, almost always retain a perceptible accent, no matter how proficient they are in all other aspects of the language. There's pretty much just that one narrow window to learn all the phonemes you'll use for the rest of your life. اما بقى اللي بيحصل في وطننا العربي ده خلينا ما نتكلمش على اللي فات، يعني لا تأس على ما فات الا لتجتهد فيما هو آت. بس اكيد دلوقتي يعني انت لمست واخدت بالك من كمية الوعي اللي موجودة عند الغرب في الفيديوهات دي، تحسسك هو انا ما كانش حد بيهتم بيا وانا صغير ولا ايه؟ اما بقى فيديوهات الابناء عندنا في الوطن العربي سبوبة حلوة جدا تطلع بيها ترند. انا حامل، قررت ان انا افاجئ جوزي واصدمه واقول له ان انا حامل. تخيلوا ردة فعله ايه؟ مش عارف انا الصراحة استفاد ايه، يعني مبروك ربنا يا رب يجعله ذرية صالحة، بس يعني انا بدات اخاف على الطفل منكم والله. وتلاقي اب بيسوق عربيه وفرحان ان ابنه قاعد على رجليه كده وماسك عجله القياده وبيسوق، والاب فرحان جدا يعني مع ان هو عارف ان اللي بيعمله ده استهتار، لو هو في بلد اوروبيه هينزل عليه غرامه ايه بس، صورته هتتحط في الجرايد، دي مصيبه. وحد بيتفرج عليا دلوقتي كان بيقول لابنه تف على عمه يا حبيبي، واول ما تف عاش بس لازم تتعلم ازاي تقوي المدى بتاعها. تف على عمه ما شاء الله، شاطر. شفت مشطره؟ تف هيك يا حبيبي، شاطر يا حبيبي، تف يا عمو يا حبيبي، شاطر حبيبي. حمي يما، حمي يا حبيبي حمي. اكيد انت عمرك ما تكره ابنك تشوفه من حافظة القرآن ولا انسان ناجح جدا ولا سمعته طيبة جدا بين الناس ولا حتى يا عم معايا 4 لغات، بس فكر فيها كده، ده هيحصل منين؟ وده مش هيحصل الا لو ربيت ابنك في بيئة سوية زيها زي النبات، ومش هتكون بيئة سوية إلا لو أنت أصلا بقيت بني آدم سوي. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. لا إله إلا الله.